عملنا فيديو لافضل 10 العاب مجانيه للاندرويد، فلازم نعمل فيديو افضل 10 تطبيقات مجانيه لشهر مارس. لايكك الجميل بسرعه عشان مظبطك. العاب جبت لك، تطبيقات جبت لك، ومعايا ليك النهارده شويه تطبيقات عنب، بالذات التطبيق السادس هيعجبك، لا رايق ومفيش حد مش هيحمل التطبيق ده. فمن غير رغي كتير، لايكك الجميل، كوبايه شايك، وتعالى. بما ان ده شهر عيد الام، فتعالى اقول لك ازاي توفر وانت بتشتري هديه لست الحبايب، وده يكون من خلال موقع وفر اكس. موقع وفر اكس هو موقع بيرجع لك كاش باك، يعني بيرجع لك جزء من الفلوس اللي انت بتدفعها لما تدخل على اي موقع انت حابب تشتري منه، بس عن طريق وفر اكس. ولو سجلت من اللينك اللي هتلاقيه تحت الفيديو في الوصف او في اول كومنت، هتاخد $2.5 هديه، وكمان تقدر تسحب من بدايه $5. تقدر بقى توفر ويرجع لك كاش باك سواء بقى بتشتري اونلاين او اوفلاين. عندك مثلا براندات زي بركه وبيبول وسي اند كو، ودول متخصصين في النظارات، هيكون الكاش باك عليهم لغايه يوم عيد الام 10% بدل 2.5%. ده غير ان اصلا البراندات دي عاملين خصومات بتوصل ل 50%. ولو حابب تدلع ست الحبايب قوي بقى، وفر اكس هيرجع لك 2% كاش باك بدل نص في المية لما تشتري من كل فروع سيران جيلري. طب دلوقتي هتاخد الكاش باك ازاي لما تشتري من فروع؟ تعال اقول لك. بكل بساطه هتفتح التطبيق بتاع وفر اكس على الموبايل، وبعد كده تروح للان ستور او في الفروع، وتختار البراند اللي انت هتشتري منه، وتعمل لينك او اضافه للفيزا اللي انت هتدفع بيها. ولما تروح تشتري هترجع تصور وترفع الفاتوره، وهيرجع لك الكاش باك في حسابك على وفر اكس بحد اقصى 12 ساعه. وبالنسبه للاونلاين في مواقع كتير قوي ممكن تشتري منها، بس تعال اقول لك على اقوى مواقع عليها كاش باك. نبدا من ميتشا، وده هتلاقي عليه كل براندات اللبس اللي ممكن تيجي في دماغك، ونسبه الكاش باك بتتغير عليه بشكل يومي، وهتوصل ل 20% في ايام محدده. ممكن كمان تستغل الخصومات على او لايف، وده موقع متخصص في كل ادوات العنايه بالبشره والعنايه الصحيه، فممكن تشتري منه هديه حلوه. والكاش باك بيتغير عليه كل يوم لغايه يوم عيد الام، وهيوصل ل 15% في ايام معينه. فلازم تكون متابع صفحه وفر اكس على الفيسبوك والانستجرام، علشان كل يوم بينزلوا عروض مختلفه. وفي مواقع وبراندات كتير تاني ممكن تستاهل وفر اكس وانت بتشتري منها علشان يرجع لك كاش باك، زي اون ذا ران، ابو شقره، بندوره، نايكي، بولو، تاون تيم، سيركل كي، وتريد لاين. ودول بالنسبه للفروع، او امازون وجوميا وبيتك وامريكان ايجل واتش اند ام وتي اف كي واريكا وريك راك وشريف بوتيه. ودول بالنسبه للاونلاين. الحق سجل من اللينك واستفيد بالعروض والخصومات واعلى نسبه كاش باك. ونبدا مع اول تطبيق، واول تطبيق اسمه ريموف باك جراوند. وفكره التطبيق ده ان هو معتمد تماما على الاي اي او الذكاء الصناعي. فمثلا دلوقتي انا هعمل ابلود للايمج، اختار مثلا وليكن الصوره دي، هتسيبه يحمل شويه، وهوب هتلاقي سحر حصل، هتلاقي الصوره بتاعتك معزوله كويس. نادرا بصراحه لما بيغلط في القص او اللي هو يشيل الخلفيه اللي وراك، تقدر تحفظها عندك بصيغه بي ان جي من غير خلفيه، تقدر تستخدمها براحتك. التطبيق اللي بعد كده ده اكتر تطبيق انتوا سالتوني عليه، انت يا بيتا بتجيب الخلفيات بتاعتك منين؟ بس يا سيدي انا عندي تطبيقات كتير، واحد منهم اسمه وول كرافت، بس هو تطبيق رايق جدا وبيجيب لك الخلفيات باعلى ريزوليوشن ممكنه. يعني شوف الخلفيه دي تحفه بصراحه. فده واحد من اكتر التطبيقات اللي بستخدمها عشان احمل الخلفيات بتاع الموبايلات اللي انا بستخدمها. التطبيق بعد كده اسمه ارك. الابلكيشن ده حوار، فكرته كلها قائمه على ان انت بتعمل سكان لباركود جهازين انت بتربط ما بينهم، خلاص بيبقوا كونكتد بقى، سواء اندرويد سواء ايفون سواء ماك او اس او حتى ويندوز، هو بيشتغل على كل الانظمه. وشكرا كده الجهازين كونكتد ببعض، وتقدر تبعت كل حاجه ببساطه ما بين الجهازين. ابلكيشن عظيم جدا. الابلكيشن بعد كده اسمه سوبر ايمج. فكره هذا الابلكيشن اللي هو بيعمل اب سكيلينج لاي صوره عندك، لو هي مثلا بريزوليوشن اتش دي ممكن يخليها لك فول اتش دي او 4K، او يخليها لك باي ريزوليوشن تاني بدون خساره في اي كواليتي. يعني مثلا تعال نختار مثلا صوره، اختار الفورمات بتاعتها جي بيج، واقول له اب سكيل. تستخدم الاي اي او الارتفيشال انتليجنس علشان ياب سكيل او يعمل نسخه اكبر من الصوره دي من غير ما تخسر الكواليتي بتاعتها. الابلكيشن الرابع ده واحد من اجمل الابلكيشن اللي انت لازم تستخدمها، اسمه نو بلو تك. فكرته بكل بساطه لو انت بقى مش عايز ترد على حد، او عاوز تشوف الرساله بتاعت حد من غير ما يوصل له انك شفت الرساله دي، عشان ما يعملش علامه اللي هي الصح وتزرق كده، استخدم الابلكيشن ده. بتديله شويه صلاحيات، اي رساله بتجيلك على التطبيقات اللي انت حددها بتقدر تقراها من هنا، وطبعا مش بيوصل للطرف الثاني انك شفت الرساله دي، سواء بقى واتساب، تليجرام، ماسنجر، اي ابلكيشن، الطرف الثاني مش هيعرف انك شفت الرساله اصلا، ويبقى انت ريحت دماغك وشفت الرساله. ابلكيشن رقم 6 وهو اسمه اوتو سكرول. بص مفيش حد مش هيحمل التطبيق ده، كلنا هنحمله، وانا اولكم حملته. فكره التطبيق من اسمه اوتو سكرول، بيعمل لك سكرول على الشاشه بتاعه الموبايل من غير ما تلمسها، وده هينفعنا جدا لو انت مثلا قاعد بتاكل وبتتفرج مثلا وبتتسحل في فيديوهات الريلز، سواء على انستجرام او على تيك توك او على فيسبوك. انت مثلا عايز الموبايل يعمل سكرول على الفيديو اللي بعديه وانت مثلا ايدك مش نظيفه وقاعد بتاكل مثلا، انت بتفعله وتختار التطبيقات اللي انت عايز يحصل عليها الاوتو سكرول. تعالوا نفتح دلوقتي مثلا يوتيوب، وتعالوا مثلا نختار شورتس. اول ما تفتح على طول هتلاقيه ظهر لك كده قايمه على الشمال، اول ما بتشغل الزرار ده اون ويبقى اخضر كده، الشورت ده ما يخلص هجيب الشورت اللي بعده. ابلكيشن صايع وفكرته جامده جدا. الابلكيشن رقم 7 وهو اسمه فريكوا. دي فكرته اللي هو بيجمع لك كل التطبيقات اللي انت بتستخدمها بشكل مكثف او
بشكل كبير في ويدجت على الموبايل، بحيث ان هي تبقى سهله الوصول ليك. بعد كده بتفتح الويدجت على الموبايل وتلاقي ويدجت اسمها فريكوا، بتختارها وخلاص بقى عندي كده ويدجت مع كل التطبيقات اللي انا بستخدمها بشكل دوري وبشكل سريع. مثلا زي السيتنج اقدر ادوس عليها، اقدر مثلا افتح يوتيوب، اقدر افتح اي حاجه من خلال هذه الويدجت. فبصراحه بتسهل عليك جدا استخدام الموبايل. تعمل تطبيق وهو تشارج الارم. التطبيق ده جامد، هيحافظ على عمر البطاريه بتاعتك. حاول ما تشحنش البطاريه اكتر من 95% او 80% كمان. مثلا زي عندنا في الايفون احنا ماكسيمم بنشحن 80% عشان نحاول نحافظ على عمر البطاريه. فكره التطبيق ده اللي هو انت بتظبط له، مثلا تقول له ان انا عايز مثلا البطاريه لما توصل عند 85% اديني تنبيه او اديني الارم ان البطاريه خلاص كده شحنت 85% علشان تفصل الموبايل من على الشاحن. او اول ما بتوصل ل 85% بتلاقي الموبايل بيعمل اصوات عجيبه وغريبه علشان بس تفصل الموبايل من الشاحن، وده هيساعدك جدا انك تحافظ على عمر البطاريه. فانصحك جدا انك تستخدم الابلكيشن ده. التطبيق بعد كده اسمه ميوفيز ايدج. فكره التطبيق اللي هو بقى بيخلي لك موبايلك رايق. شايف الانيميشن الرايق ده؟ انت ممكن تخليه يشتغل لما مثلا تكون مشغل ميوزك على الموبايل، وتقدر تخصص كمان انيميشن يكون للنوتيفيكيشن لما يجي لك نوتيفيكيشن على الموبايل. بما ان موبايلاتنا حاليا ما بقتش تدعم النوتيفيكيشن LED، فممكن تخلي التطبيق ده اول ما يجي لك نوتيفيكيشن على الموبايل يظهر لك الانيميشنز الرايقه دي. بصراحه التطبيق رايق جدا ولازم تحمله. التطبيق العاشر والاخير وهو كليك تو شات. كم مره واحد يقول لك مثلا ابعت لي اللوكيشن يا باشا على الواتساب وانت مش مسجل الرقم ده، وطبعا عشان تبعت له رساله لازم تضطر تسجل الرقم ده. انا مش هقعد اسجل كل ارقام الدليفري يعني، مش حوار. فالابلكيشن ده بقى بيسهل الحوار. كل اللي عليك انت بتاخد الرقم بتاع الباشا ده، بعد ما تكتب الرقم يا باشا بتدوس اوبن، خلاص هتلاقيه فتح لك الواتساب ودخلك على الواتساب على الشات على طول، تبعت له الحاجه اللي انت عايز تبعتها. وهذا هو كده انا كنت خلصت التطبيقات معايا النهارده. يا ريت تكتب لي تحت الفيديو في الكومنتات ايه اكتر تطبيق عجبك، وطبعا ما تنساش تظبطني بلايك. وان شاء الله هتبقى سلسله شهريه هنحاول ما نوقفش فيها تاني، عشان انا بقالي كتير قوي ما عملتش فيديوهات تطبيقات. ولو انت عندك تطبيق جامد وبتستخدمه وعجبك اكتب لي اسمه تحت الفيديو في الكومنتات، واحاول اجمع التطبيقات اللي انتوا قلتوا عليها واذكرها باسم كل واحد رشح تطبيق كويس في الفيديو اللي جاي. عايز الكومنتات كلها تطبيقات. بس يا معلم كده هنكون خلاص، واشوفك على خير الفيديو اللي جاي. سلام.